جاتلي رسالة بتقول: أنا بقيت بشك في عقلي. اللي بتمر بيه صاحبة الرسالة ده له اسم في علم النفس: النرجسية. النرجسي مستحيل يغلط. لو واجهتيه بخطأ عمله فجأة هيتحول لشخص مسكين ومظلوم، ويبدأ يحكي لك عن طفولته الصعبة أو إزاي الناس خانته. النرجسي أستاذ في قلب الترابيزة، بيغلط في حقك ويخليك في آخر القعدة انت اللي بتعتذري له على إنك واجهتيه بغلطه. في البداية بيخليك تحسي إنك ملكة، كلام حب، اهتمام مبالغ فيه عشان يضمن وجودك. أول ما يتأكد إنك بقيتي في جيبه يبدأ ببرود قاتل وانسحاب يخليكي تجري وراه عشان ترجع أيام الحب اللي كانت وهم من الأساس. البداية معاه بتكون جنة، والنهاية متاهة ما بتطلعيش منها إلا وانت فاقدة الثقة في نفسك وفي كل اللي حواليكي. دي أخطر علامة. ينكر حاجات حصلت فعلا، أو يقولك انت بتهيألك، انت حساسة بزيادة، أنا ما قلتش كده. الهدف إنه يخليكي تشك في ذاكرتك فتعتمدي عليه هو في تحديد إيه الصح وإيه الغلط. النرجسي مش بس بيكذب، ده بيبنيلك واقع موازي يسجنك جواه لحد ما تصدقي إن الحقيقة هي اللي بيقولها لك وبس. في النهاية عايزة أقول لكل واحدة بتسمعني وحاسة إنها تايهة وسط الحيل دي: انتي مش مجنونة، ولا انتي حساسة بزيادة، انتي بس كنتي بتتعاملي بقلبك مع حد بيتعامل بالسيطرة. الوعي هو أول خطوة في طريق التعافي. لو مريتي بتجربة مع شخصية نرجسية أو لسه بتعاني، شاركيني حكايتك في الكومنتات. بريد صوت معمول عشان نسمع بعض ونخرج من المتاهة دي سوا. لو حسيتي إن الفيديو ده لمس حاجة جواكي أو عرفك حقيقة كانت غايبة عنك، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان الحلقات اللي جاية من بريد صوت فيها إجابات كتير لأسئلة محيرة جوه قلوبنا. كنت معاكم نهى، واشوفكم في الحكاية الجاية.